لا شيء في المتوسط. اشكر لعيبتي، واقول لهم ان انا فخور بيهم، بالاداء اللي هم ادوه النهارده، والرجوله اللي هم لعبوا بيها النهارده والالتزام التكتيكي الكبير. وده جه بعد مجهود كبير جدا من اللعيبه ومننا في الفتره اللي فاتت. المباراه طبعا احنا كنا منظمين جدا في الشوط الاول. صعدنا المباراه على الاهلي، كانت فرصهم قليله جدا، بل على العكس في 45 دقيقه الاولى احنا اتيحت لينا 3 كور كان لازم على الاقل نحرز منها هدف، وهو ده اللي احنا كنا شغالين عليه. كنا شغالين ان احنا نحاول ان احنا نخطف هدف مع التنظيم، طبعا نحاول نخطف هدف في الشوط الاول. في الشوط الثاني كنا عارفين ان ممكن يحصل دروب شويه. احنا طلبنا من اللعيبه بتاعتنا ان هي تزق 10 متر لقدام عشان نمنع الاهلي ان هو يوصل لمنطقه الجزاء بتاعتنا بسهوله. عملنا تغييرات. اوباما لعب 50 دقيقه 55 دقيقه كويسه جدا، وعمل المطلوب منه ان هو يحافظ لنا على الكره لما نيجي نطلع بيها. لكن كان لازم انزل كريم ممدوح عشان اوقف علي معلول، والحمد لله قفلناها كويس جدا. بعد كده نزلنا مصطفى عبد الرسول، مصطفى عبد الرسول مواليد 98. نزل لعب ثالث على الدايره، وهلال لعب وينج ليفت عشان نوقف محمد هاني. بعد كده احمد فتحي لما راح ناحيه اليمين، وبعد ما استقبلنا الهدف نزول محمد شريف جنب عرفه عشان نقدر ناخد الكره الثانيه في نص ملعب الاهلي. اللي عايز اقول لكم عليه ان انتم ما تعرفوش او ما اعرفش، يعني اكيد انتم متابعين النهارده. انا معايا على دكه البدلاء 5 لعيبه مواليد 98 و99. فانا فخور بيهم، وهو دي الاستراتيجيه والفلسفه بتاعتنا، ان احنا بندي لعيبتنا خبرات وبنعلمهم وبنطورهم. ومره تانية ببارك للاهلي على ال3 نقط المهمين جدا. خد لك على الخساره. نغير فكر شويه باهميه دور السينما في الفتره القادمه اللي بيعمله الحسين، وده اللي هيعمله ملتقى اسوان الثقافي. عشان كده سردته بكريم ممدوح. الهدف اللي جه، انا مش عايز اتكلم عن التحكيم يعني، لكن اول مره في حياتي في كل الدول اللي انا لعبت فيها اشوف ماتش بيكمل، يعني ماتش يتم يعني يرجع يكمل مره تانية والحكم ظهره للكوره. يعني الحكم كان بيكلمني، وهو بيكلمني النادي الاهلي لعب واشتغل. مش عايز اتكلم عن التحكيم يعني. التحكيم انا شايف احنا بنساند التحكيم، والتحكيم مميز جدا في الفتره الاخيره الحقيقه. التحكيم في كل المباريات الاخيره اللي احنا لعبناها كان مميز جدا، وحصل تطور كبير جدا في التحكيم. لكن انا عن نفسي ما شفتش قبل كده ان مباراه تتلعب مره تانية والحكم ظهره للكوره بيتكلم مع المدير الفني وهو جاي لي. انت عارفين انا بقول له ايه؟ بقول ما تجيليش، خلاص انا اسف ارجع، انا اسف ارجع، انا خلاص العب، انت كده بتضيع وقتك. لكن للاسف كرة اتلعبت بسرعه واتلعبت بالعرض. انا لسه شايف ان هي فيها زقه من عمرو جمال على السيد سالم، لكن هي دي الكوره. وحاولنا بعد ما استقبلنا الهدف ان احنا نرجع للمباراه، لكن البدائل اللي كانت عندنا ما اسعفتناش. اول الماتش اول 30 دقيقه في ضغط وهجوم على لعيبه النادي الاهلي. وادي دجله مسيطر على اللعب بشكل قدام. بعد 30 دقيقه حصل ضربه لحد الدقيقه 90، الكره كلها لحد الدقيقه 90 على طول منطقه الجزاء وادي دجله. لعيب المدافعين بيطلعوها العرض الثاني، دي مش مخاطره ان انت تقعد 70 دقيقه سوري 60 دقيقه تلعب على كره واحده طول المباراه. بص اقول لك حاجه. مفيش فرقه في مصر بالذات حتى مهما وصلنا بالحاله البدنيه للعيبه، بتكلم على تاسيس لعيبه بدنيا ان هم صغيرين. مفيش فرقه في مصر تقدر تنفذ الضغط العالي اكتر من شوط، واحنا فعلا نفذنا الضغط العالي للشوط الاول كله. لو انا طلبت من لعيبتي انها تنفذ الضغط العالي في الشوط الثاني، بالنسبه لي ده كان يبقى انتحار تكتيكي، لان كنت هوصل بدنيا بدقيقه 65 70 كنت هواجه مشاكل كبيره جدا، خاصه بالكواليتي بتاعت اللعيبه اللي موجوده عند الاهلي، ان هم بيقدروا يحتفظوا بالكره تحت ضغط. ده كان هيسبب لنا مشكله كبيره جدا. فكان طبيعي ان انا تدروب باك، ان انا ارجع. كان طبيعي ان انا انقل صامويل اوفوم ناحيه الشمال، ليفت وينجر جناح شمال، وكريم ممدوح عشان نقفل الاجناب كويس. يعني انتوا اتفرجتوا، يعني اعتقد ان احنا صعبنا المباراه على الاهلي بشكل كبير جدا. يعني عندنا نواقص كتيره جدا،
السردباك الاساسي بتاعي اللي هو اصلا لما ما بلعبوش سردباك بلعبه باك رايت محمود مرعي، وديته منتخب الشباب. النهارده بلعب حسام عرفات مش باك رايت يعني، بس بحاول ان انا اسد بيه خانه يعني. بشكره طبعا على الاداء والالتزام اللي هو عمله. دي نواقص عندي. عمر مرموش كراس حربه النهارده الشوط الثاني ما كانش عندي راس حربه ان انا انزله وراح منتخب الشباب. العش مصاب، وطبعا غياب عصام الحضري ومصطفى جلال الاصابه. عندنا 6 أو 7 غيابات كفيلين كانوا ان هم كانوا يدوا افضليه في الملعب وكانوا يوفروا لنا بدايل بشكل افضل. لكن انا عمري ما بشتكي في الكوره. اتعلمت ان انا اشتغل بالقماشه اللي معايا واحاول اوصل لافضل مستوى بيهم. مره تانية انا بقول النهارده انا خسرت مباراه، خسرت 3 نقط، ولكن كسبت فريق، كسبت لعيبه رجاله، ولعبت اللي كسبت ناس بتحارب عشان خاطر بعض. وده الكلام اللي انا قلته للعيبه بعد المباراه في غرفه خلع الملابس. لا مش عايز اتكلم على التحكيم والله، مش خلاص. لا انا قلت يعني اللي رأيي. وازاي قدرت تتهيأ الحارس بتاع ماتش الجيل بتاع الاهلي وظهر ان هو عنده ثبات دفاعي وشخصيه هيأت ازاي يعني انا عمري ما بخش مباراه بلعب على النقطه. لو انت اتفرجت على ماتش وادي يعني داخل المباراه، ما انا عشان كده بقول لك انا داخل احاول اخد ال3 نقاط، لكن لو ما خدتش 3 نقاط ما اخسرش. وهي دي الفلسفه بتاعتي، وهو ده اسلوب شغلي. لو انت شفت وادي دجله قدام الزمالك هتلاقي ان هو لعب على المكسب وحاولنا وجبنا الجون واحرزنا. الاسماعيلي في اسماعيليه جبنا جون وكنا ممكن نجيب الثاني والثالث. هي دي الطريقه اللي احنا بنلعب بيها. بنحاول حتى واحنا منظمين ان احنا نعمل ازعاج للفريق المنافس حتى لو المنافس اقوى مننا. النهارده في الوقت اللي في الشوط الاول اللي احنا اتيحت لينا فيه 3 أو 4 فرص، لو كنا احرزنا هدف كان الماتش هيبقى صعب جدا على الاهلي. وهو ده اللي احنا كنا شغالين عليه. احنا ما جيناش النهارده ندافع بس. خالد حارس مميز جدا، واحنا محضرين كل لاعبتنا ان هي في اي وقت يتم يعني دعوتهم ان هم ينزلوا الملعب ان هم يبقوا جاهزين، نحضرهم بشكل جيد. النهارده احنا كنا في ازمه، لكن كنا لازم ناخد، امبارح كنا في ازمه لكن كان لازم ناخد قرار لصالح المجموعه ولصالح الفريق مع احترامي للجميع. وكنا عارفين ان واحنا بناخد القرار ان محمود رضا الحارس البديل معانا مصاب. لكن زي ما قلت لك في بعض الاوقات كمدرب ممكن تخسر مباراه لكن تكسب فريقك، وهو ده اللي حصل النهارده. حتى لو خسرنا مباراه، خسرنا 3 نقاط، لكن كسبت لعيبه كانت بتحارب النهارده لبعضها، كانت بتموت نفسها عشان خاطر بعض. ده نمره 1. نمره 2 كسبت مبادئ اللي انا بحاول ازرعها جوه المكان اللي انا موجود فيه، ان دايما المجموعه ليها الافضليه. والنهارده انا فخور بخالد بالاداء اللي هو اداه، وان شاء الله هو ليه مستقبل كبير جدا معانا. شكرا 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 فندم. قطعت كلامك كابتن. لا ما هو كلام اللي كنا بنتكلم فيه انا وضيع هو اللي كلام كابتن حسام. كان ناقص حته الشراسه، حته التواجد في ال 18، حته التواجد في المناطق الخطر، وده حصل الشوط الثاني. وحتى في واحد قال له ليه ما تبداش كده، فهو كابتن حسام قال له انا عندي معايير واعتبارات ثانيه خالص. طبعا وليه كل حق كابتن حسام، حته البدايه دي حته غيرات هو المتحكم فيها. والحاجه الحلوه اللي تحسب لكابتن حسام وجهازه الفني ان كل مباراه بيحصل فيها تغيير، بيحصل فيها فرق. يمكن النهارده الفرق وضح بدري شويه كمان، لان بقول لك انا الشوط الثاني حاله لعيبه وادي دجله ساعدت كمان ان كابتن حسام يعمل مجازفه من بدري راح منزل عمرو جمال راس حرب اساسي، واجاي بقى موجود، وبعدين بعدها على طول وليد، وبعدين عماد. خلاص هو واضح ان هو متحكم في سير المباراه هجوميا. وادي دجله ما عندوش حتى الكره كان بيلعب عليها مش قادر يعملها الشوط الثاني. يمكن تغييره اوباما اثرت شويه في حته امتلاك نص الملعب. يمكن بدنيا كمان وادي دجله ممكن يكون نزل شويه بدنيا الشوط الثاني او نص الشوط الثاني، ان الشوط الاول عاملين مجهود رائع دفاعيا وهجوميا. الشوط الثاني كان دفاعيا بس، الحته الهجوميه تغيير مصطفى عبد الرسول متاكد من مين ان هو خلاص بيدافع بيامن حسابه. ما هي دي هي تامر. هي وضحت بعد اول 5 دقائق من الشوط الثاني بعد تغيير اوباما. خلاص هو ميدو قرر ان هو هيلعب بالاسلوب ده، والشوط الثاني هيمشي كده. لكن يمكن كابتن حسام
قرا بدري الموضوع وبدات تغطي كلها هجوميه، كثافه موجوده، الشراسه موجوده، الاطراف موجوده بامتياز. علي معلول النهارده من ماتشاته الحلوه قوي. نفس الكلام محمد هاني لحد ما خرج، احمد فتحي عجبني، حسام، عبد الله السعيد. تحس الشوط الثاني فريق النادي الاهلي اكتمل، الحاجه اللي كانت ناقصه اكتملت الشوط الثاني. كل حاجه انت كنت عاملها الشوط الاول، لكن الحاجه اللي الناس كلها مستنياها والحاجه اللي انت بتسعى عليها ما كانتش موجوده. طب ليه التراجع بعد الهدف؟ بعد الدقيقه 80 واحراز الهدف انت تراجع النادي ما مش تراجع اكتر من هو يمسك الكوره بس، لكن هو مش تراجع.